في العالم ديال كرة القدم كاين بزاف ديال النجوم، ولكن القليل اللي كيتحولوا لاساطير. قليل اللي قصتهم كتجاوز الميدان وكتولي الهام للملايين. واحد من هاد الاسماء هو كريستيانو رونالدو. قصة طفل فقير من جزيرة صغيرة ولا اليوم رمز ديال الاصرار، النجاح وحتى الجدل. هذه هي القصة الكاملة ديال كريستيانو 7. كريستيانو تزاد 5 فبراير 1985 في مدينة فونشال بجزيرة ماديرا، واحد من أفقر المناطق في البرتغال. العائلة ديالو كانت بسيطة بزاف. الأب جوزي دينيس أفيرو خدام في النادي البلدي، والأب ماريا دولوريس كانت طباخة. الأم ديالو اعترفت في الكتب أن الظروف كانت صعيبة، حتى كادت تفكر ما تخليش كريستيانو يجي للدنيا، ولكن الحمد لله تزاد. الصغر ديالو ما كان ساهل، كيدير الكره من اولويته، كيبغي يلعب ساعات الزنقه لدرجه ان الاساتذه كانوا كيتشكاو منه حيت ما كيهتمش بالقرايه. حتى واحد ما كان كيتخيل ان هذا الولد ضعيف الجسم اللي كيبكي بزاف غادي يولي وحش اللي نعرفوه اليوم. بدا مع نادي صغير في الحومه سميتو اندورينيا، ومن بعد مازيتيمو، ولكن القفزه الكبيره جات من يدخل اكاديميه سبورتيك لشبونه في العاصمه. وهنا بانت الموهبة الحقيقية، السرعة الخيالية، المراوغات وحتى التسديد. ولكن الطريق ما كانش سهل. كان طفل بعيد على عائلته وحاس بالوحدة. بزاف المرات بكى وبغى يرجع. عنده 15 عام اكتشفوا الأطباء أنه عنده مشكلة في القلب، تسارع غير طبيعي، كان ممكن توقف المسيرة ديالو كاملة. دار عملية جراحية بسيطة ولكن خطيرة. قدرة الله رجع يلعب، وبدأ الحلم كيكبر. اول مباراة لي مع الفريق الاول ديال سبورتينغ، رونالدو دار العجب، مراوغات سرعة خلات الجماهير تهتف باسمه. في 2003 لعب ضد مانشستر يونايتد في ماتش ودي. في ديك الليلة رونالدو دار عرض عالمي خلى اللاعبين مانشستر نفسهم يطالبوا من المدرب بانه يشري اللاعب. مشى لإنجلترا وعنده غير 18 عام. كان بداية صعيبة، اللغة مختلفة، طقس بارد، الصحافة كانت تقدو حيت كيدير بزاف ديال المراوغات بلا فاعلية. ولكن مع الوقت بالتوجيه مع سير أليكس تحول من لاعب مهاري صغير لنجم عالمي. 2007 أول دوري إنجليزي، 2008 رابح دوري أبطال أوروبا زائد الكرة الذهبية، ولا من افضل اللاعبين العالم، والمقارنات مع ميسي بدات. الجمهور بدا يشوف فيه المهاجم الكامل، السرعه، القوه، القفز وحتى الضربات الحره. صيف 2009 انتقال لريال مدريد بصفقة تناهز 94 مليون يورو، رقم قياسي في ذاك الوقت. الضغط كان كبير، الملايين كتسناو يشوفوا شنو غادي يدير. ولكن كريستيانو رونالدو ما خيبش الامل. اول موسم ارقام قويه. من 2011 بدا الصراع المباشر مع ميسي، كل كلاسيكو كان حدث عالمي. في مدريد دار التاريخ 4 دوري ابطال، 2 دوري اسباني، هداف تاريخي للنادي، 450 هدف في 438 ماتش، رقم خيالي. كرة ذهبية أخرى، 4 كرات ذهبية أخرى. صراعات مع الإعلام، مع خصومه، حتى مع بعض المدربين، لكن ديما كيخرج أقوى. بزاف كانوا كيقولوا رونالدو كيبدع مع الأندية، ولكن مع المنتخب ما كيبانش. حتى 2016 كأس أوروبا النهائي ضد فرنسا، رونالدو تصاب في الشوط الأول وبكى، ولكن شجع الفريق من الذكاء وكأنه مدرب. البرتغال بحث البطولة، والأسطورة رونالدو كبرات أكثر. زاد أكثر النجاح بالبطولة دوري الأمم الأوروبية 2019، ولا الهداف التاريخي ليس للمنتخب البرتغالي فقط بل لجميع المنتخبات. 2018 مشى ليوفنتوس ب 100 مليون يورو، ربح معهم الدوري الايطالي، ولكن حلم دوري ابطال ما تحققش. 2021 رجع لمانشستر يونايتد، بدا بشكل قوي، ولكن المشاكل مع الاداره والمدرب خلت الحلقه تتوتر. 2022 قال المفاجئ كريستيانو يوقع مع النصر السعودي. الناس انتقدوه بزاف وقالوا سلاو ايامه، ولكن رونالدو اثبت العكس. مازال كيسجل، كيصنع، ومازال كيبقى ايقونه. دون كريستيانو رونالدو ماشي غير لاعب كرة، وهو مدرسة ديال الصبر، التضحية، الإصرار. من ولد فقير في ماديرا لأسطورة عالمية.
قصة كتعلمنا أن النجاح ما كيجيش بالسهل، كيجي بالعرق، بالدموع، بالإيمان بالنفس. اليوم كريستيانو عنده ملايين من المعجبين، الألقاب والأرقام، ولكن أكبر إنجاز ديالو هو أنه أعطى أمل للملايين الأطفال اللي كيشوفوا فيه قدوة وكيقولوا حتى أنا نقدر. أنا يسالي الفيديو، ما تنساوش ديروا معكم لايك، تابونوا في لاشين. تلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو. Ayy, poppin' like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a